لأنه البعض يريد من الآن أن يوجه الرأي العام على أنه ماذا فعلنا منذ الموسم الماضي ومنذ الموسم اللي قبل. إلى الدولة الجزائرية تقول لك ما نلعبش أنا ما كملناش إلى تقول لك الدولة الجزائرية ما نلعبوش مع فريق يضع الخريطة الوهمية بوان بار، ما نلعبش لأنه قضية سيادة كما سامحني كما نكمل بك الفكرة ما كملتش سامر، هو عندك الكلمة ونعطيك الكلمة وهذا نقاش. إذا حنايا نواجهوا الكيان الصهيوني، الدولة الجزائرية يقول له هذاك الكاراتيكا ولا البوكسور ولا جيدوكا يقول له خليني نلعب ضد هذا الصهيوني وسأضعه أرضا وسأرفع علم الجزائر. ما تلعبش لأنه هذا اعتراف بالكيان الصهيوني. نفس الشيء بالنسبة لما يحدث في الخريطة الوهمية، ما نلعبش ضد واحد يحمل خريطة وهمية دولية. أليست هاتين الهيئتين تمشيان بنفس القوانين؟ ممنوع دير شعارات سياسية أو دينية أو شخصية، ممنوع بتاتا. عليه أن يحترم أيضا قوانين الفيفا. لا يمكن أن تكون في إفريقيا وتعمل بمعزل عن الفيفا. الفيفا هي أكبر هيئة دولية كروية، وأعتقد بأن الاتحاد الجزائري يجب أن يذهب أيضا إلى الفيفا في هذه القضية. يعني قوانين الفيفا واضحة صارمة وجلية، وبأن لا يد لهم في الفيفا. هيئة كروية دولية. أليست هاتين الهيئتين تمشيان بنفس القوانين؟ عليه أن يحترم أيضا قوانين الفيفا. كأس العرب المجموعات راهم اكتملوا اليوم. البرنامج الجزائر المغرب غادي تلعب نهار الثلاثاء ان شاء الله، الافتتاح كاين نهار الاثنين، المغرب يلعب يوم الثلاثاء. المقابله الاولى على الوحده، يعني التوقيت اللي شويه انا مربش التوقيت يبان لي بصح ما عليكش، يعني المقابله الاولى على الوحده. المجموعه ديال المغرب اللي فيها السودان وفيها فيها جزر القمر وغادي يلعبوا السعوديه وغادي يلعبوا البحرين، غادي يلعبوا مع الوحده مع جزر مع البحرين يمكن مع الوحده. المهم برنامج ها هو فين ديال المنتخب المغربي وديال طارق سكيتي، ونتمنوا له ان شاء الله التوفيق. واخا هو طارق سكيتي عنده واحد البروبليم كبير، لانه اللعابه ديالو اللي تقريبا مستدعيهم راهم كاينين اللي كاين مع الجيش وكاين اللي راه مع الوداد وراه مع نهضة بركان، يعني مرونه شويه عنده القضيه. الوقت ما غادي يلعبوا الجمعه وتسافر السبت والمقابله تلعب الثلاثه، نتمنوا ان شاء الله يصيبتوا لي فاتسيتو المقابله الاولى باش يربح المقابله الاولى وابري يجاريها، لانه السعوديه غتلعب معاه يلعب معاه في المقابله الثالثه. نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، لانه ملاعب عالميه ما شاء الله، ملاعب زينه وكبيره يعني، ونتمنوا وكاين جمهور اللي غادي يكون كبير. المقابله ديال السعوديه شفناها بكيشي فيرمي، المقابلات الاخرى نتمنوا ان شاء الله حتى يكونوا بكيشي فيرمي ويساعدوا هاد الاولاد ويساعدوا طارق سكيتي ان شاء الله. نتمنوا له غير يسيب الحل، لانه هذا المشكل اللي واقع فيه هو ديال اللعابه، يعني اللعابه بزاف راهم مع النوادي ديالهم. نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله في المسار ديالهم. المنتخب الجزائري بقياده بوقره حتى هو غادي يبدا، كملت لهم المجموعه ديالو وغادي يبدا المشوار ديالو اللي معاه في المجموعه ديال بوقره. كاين السودان، كاين يعني مجموعه هي ماشي سهله. البدايه غتكون نهار الاربعاء ان شاء الله اول مقابله. نتمنوا لهم التوفيق لبوقره واللعابه ديالو، حتى هو عنده هذه الظرفيه شويه صعيبه، واخا هو جاب 5 ديال المحترفين من برا ماشي خارج يعني افريقيا والخليج، يعني تقريبا جاب شي 5 من تما. نتمنوا له التوفيق، وراه اخر لحظه جابته كاع كانت